مشاهدينا مرحبا بكم في فيديو مهم. واحد القضيه ديال واحد الشاب مغربي دهساتو واحد الايطاليه، ما عرفناش السبب علاش دهساتو، ما عرفناش شنو كيفاش وقعت هاد الكارثه هادي في ايطاليا. نعرفوا ايطاليا دوله زوينه، دوله محترمه، ولكن هاد القضيه ديال الايطاليه كتبقى غامضه. كل واحد شنو كيف داكشي علاش حنا كاينين العائله ديالو باش تفهموا شنو كيفاش طرا البلان، كيفاش دهساتو ديك الايطاليه. هذا هو الهدف، اننا ظلمنا وبان خونا ظلم وترزينا فيه، هذا بزاف. الهدف الثاني هو انني بغيت نصحح واحد المعلومات مغلوطه اللي قريت لي كومونتير، لقيت الناس تيقولوا بان نور الدين خويا سرق هاد السيده، فاضطرت انها تتبعو وتقتلو وتاخذ الساك ديالها. يعني كما سمعتوا هاد الاشاعه اللي دايره بوم هو انه بزاف الناس كيقولوا ان هذاك الشفار شفر لها الساك وتبعته بالطوموبيل قتلها، ولكن العائله ديالو، هذه العائله ديالو يعني هي اللي قريبه من المصدر. كاينين الكاميرات في ايطاليا اللي كيبينوا كيفاش طرات هذه الجريمه. بزاف الناس مغاربه كيقولوا شفار هذاك وكذا. باش عرفتوا هي العائله ديالو غادي تاكد لينا شنو طرا بالضبط، كيفاش وقع ان ديك الايطاليه قتلاته، دازت عليه بالطوموبيل. وسمعت ان الايطاليه دازت عليه 3 مرات بالطوموبيل. الا شفرك واحد الانسان واش ضروري غنظن انه كاين سبب اخر؟ السبب ديال الشفره غير مقنع، باش نكونوا واضحين. يمكن شي واحد يكون شافر حتى واحد دوز عليه بالطوموبيل وفي ايطاليا ولي الشيخ. اون سيبوز ان نور الدين سرق هاد السيده، هذا اونتر بارونتيز راه سرقها، تنقولوا اون سيبوز يعني نفترض انه راه سرقها، ما عندك الحق انها تقتلو. كاين هو تيسرقني تيدير الخدمه ديالو، تيديروا الخدمه ديالهم وتيتحاسب بالقانون. حنا ماشي في غابه. سرقني غادي نوض حتى نقتلو، الاخر قتلو، ولينا في غابه، قانون الغابه. وراه هذا هو اللي تاه الانتباه ديالنا. كاين واحد الانسان سارق راه غادي يتم، غادي يجري، غادي مخلوع، غادي تيتلفت، غادي البال اللي يتبعوا شي حد، غيتخبى يدخل مع الزناقي، ماشي غادي في امان الله ما عارف اشنو واقع. يعني هادو راه تيبانوا دي كونترانت خاصنا نوقف. يعني نكونوا واضحين كما قالت، واحد شافر ما يكونش غادي في التروطوار، حيت كاين كاميرات في ايطاليا والبوليس ما يشدوش. ما يمكن واحد سارق غيبقى غادي في التروطوار، غادي وحده غدوز عليه في الطوموبيل تقتلو. نحلوها منطقيين، نحلوها بالدماغ ديالنا، واش نخرب، واش نبداو في الذنوب. واحد السيد مات نبداو في الذنوب، نبقاو نعمروا في الباكاج واستغلوا الفرصه. دوك اللي تما في الطاليان مغاربه ما حاملينش، هذو اللي يجيو من هنا شفار كذا. تعرف شي شفار؟ عطيني شي دليل مقنع. القاضي تبقى عنده غيقول لك عطيني دليل، ما عندكش دليل كتقول شفار. تقراو لي كومونتير تلقاو كاتبين واش شفار والدليل. باش عرفت شو الدليل؟ دليل. هذه من حاجه. الحاجه الثانيه هي انه اللي بغيت نوضح انه انايا في المتابعه ديالي القضيه ديال الاخ ديالي المرحوم، كيف ما قلت لكم انني تندخل الانترنت وتنتابع الجرائد والاذاعات اشنو تتقول في ايطاليا، لقيت بان هذه السيده في التصريح ديالها الامن في التحقيق الاولاني اشنو قالت لهم؟ قالت لهم ان نور الدين انها هي كانت اولا كانت معشيه في واحد الريستورون، خرجت مع 12 ديال الليل من هذاك المطعم، ركبت السياره ديالها في الباركينغ ديال المطعم. مي ركبت في السياره نور الدين خويا حل الباب الاخر وطلع لعندها وهددها بالسكين، قال لها عطيني الساك ديالك ولا قالت لك انها اضطرت تعطي الساك حمايه لحياتها. ونزل هو من طوموبيله ومشى بحالاته وتبعاته، بقات تترصد فيه حتى البلاصه ديال الواقعه وقتلاته تمايا كيف ما شرحنا لكم وكما شفتوا في الفيديو، وزادت بحالها. هذه هي التصريحات الاولى ديالها. الاولى الناس ديال الشرطه ديال ايطاليا بطبيعه الحال تيديروا الخدمه ديالهم. شنو هي الخدمه ديالهم؟ هو انهم مشاو قلبوا مسرح الجريمه، قلبوا السيد لقاو انه ما عنده لا سكين لا والو، قلبوا لونتوغال فين كانت الجريمه ما لقاوهاش، جاو عندها قال يعني بلاد ايطاليا، بلاد الطاليان، ايطاليا هو دليل مقنع ان السيد ما شاف راه ما والو. الطاليان داروا تحقيق لقاو ان السيد ما شاف راه ما والو، ما عنده لا موس لا والو. السيد غير كذبات عليه. يعني شنو الدليل المقنع؟ شنو السبب اللي خلاها تقتل؟ شنو بنادم ما يبقاش داوي خاوي. عندك دليل سكوت. عرف شي السيد شفر، عرف ان كان عنده علاقه، طرا شي بلان وجات قتلاته وانتقمات. جميع الاحتمالات وارده الا احتمال السرقه. مستحيل. كيفاش هي خافت انه واحد جلسه وما خافتش انها تقتل؟ ولي فاك ما كاينش هاد الهضره. بعد اول حاجه قبل ما يهضروا على سكين قالوا لها لا علاش انتي لقيتها اللي نور الدين سرق هدك بالسكين وسرق لك الساك ديالك، علاش ما بلغتيش الامن خليتيه هو يدير الخدمه ديالو؟ شنو ردة الفعل ديالها؟ قالت لهم احقا ان الهاتف ديالي كان في الساك. هادو التصريحات ديالها الشرطه ديال ايطاليا ان الهاتف ديالي كان في الساك وما لقيتش باش نتصل. الشرطه قالت لها بانه كيف ما تقوليش لي ان الهاتف ديالك في الساك، انت خارجه مع 12 ديال الليل، الدنيا عامره، اي واحد وقفتي، انت سيده اعمال كبيره معروفه على صعيد ايطاليا كامله، اي واحد وقفتيه وقلتي لي عطيني الهاتف ديالك ما عطاكش سير باغي ندوز واحد ابيل الامن، غير ما غيقول علاش ما درتي؟ قالت لهم هذه اولا. ثانيا مي قالوا لها ان راه ما لقيناش هذا السكين عند نور الدين اللي تدعي انه هدك به، راه ما لقيناش. السيده بدلت الاقوال ديالها ولات تقول لهم لا ما هددنيش بالسكين، طلع لعندي الطوموبيله وقال لي
هددني لفظا بحال هكا لفظا، حقا انا درت تراديكسيون، هددني لفظا انني لا ما عطيتيني الساك غادي نقتلك، وانا خفت على راسي وتناقض كبير. يعني كاين تناقض كبير. في الاول قالت انه هددها بموت، الثانيه في ثاني اقوال ديالها قالت لا ما هددنيش بموت. دابا انت غتخافي من واحد ديال اعمال كما قالوا لي، غتخافي من واحد هدك بموت، هدك بلفظيا بلا موس كما قلتي، ما غتخافيش انك تقتلي واحد الانسان. يعني هذا سميتو العباد، هذا دليل دوك الناس اللي كيبقاو يبلابلي وخاصهم يعقوا يسكتوا شويه. فاهم شي حاجه ما تدويش فيها، ما فاهمش شي حاجه ما تهضرش فيها، حاجه غير كتبقاو تخوروا. السيد غير متهم هكا وجات قتلاته، علاش الله اعلم. بالاقوال الاولى والاقوال الثانيه هذه. ثانيا اخر معلومات وصلتني والبارح ان الناس ديال الشرطه ملي تيديروا التحقيق ديالهم لقاو ان السيده لو مومون اللي دارت الحادث القتل البشع اللي دارته لخويا ديالها، هزت الطوموبيله ديالها وليو باش تمشي للسبيط البوليس تعلم ولا تعيط الاسعاف ولا تمشي لدارها، ما دارت حتى حاجه من هادو. دارت الغوتو ومشات الريستورو اللي كانت معشيه فيه. شنو مشات دير الريستورو وباش عرفوها بكاميرات المراقبه اللي كاينين تمايا. ما كاين يعني قاتله السيد وراجع الريستور. فين هو الامن وفين هي الديكلاراسيون من هادشي كامل؟ اما كتقول لنا واحد الانسان شافر، راه فين هي الديكلاراسيون؟ فين هي بغا ديري القانون؟ فين يعني انت ما درتي القانون في حتى شي حاجه؟ هادشي كامل اللي قلتي هذا دليل على انك كذابه وانك درتي جريمه قتل، قتلتي السيد بدون سابق انذار وبدون اي سبب، قتلتي عمدا غير عمد ما سبقناش، درتي جريمه قتل. خاصك تحاكمي على ايتها الايطالي بلاد العدل. حنا كنعرفوا بلاد العدل اذا خاصك تاخذ الاعدام والمؤبد راه كيطبقوا بجوج في ايطاليا. نضحكوا على راسنا. نور الدين سرقها فيه. اشنو الجواب ديالها؟ قالوا لها اشنو كنتي تديري، اشنو طلعتي تديري تما؟ قالت لهم الوقيته اللي خرجت من المطعم ان كانت حتى تتصب تتنقى، والناس ديال السيكوريتي ديال المطعم رجال الامن اللي حارسين المطعم عطاوني مضل بارابرولي باش نركب فيه ما بين المطعم والسياره ديالي. تصنت ليا مزيان وفهموني المغاربه. هذا دليل ان الايطاليه كذابه. في الاول كتقول هددها بموس، في الثاني كتقول هددها بالهضره، الاول كتقول عطيتو اختي عطيتو الصاك، شويه تبعته، شويه ما لقيتش التليفون، شويه تليفوني في الصاك. الايطاليه كذابه ودارت جريمه قتل ضد واحد الشاب مغربي. يعني ما كاين لا سرقه لا والو. ايطاليه قتلات شاب مغربي في الطوموبيل ديالها، دازت عليه 3 ديال المرات، والكاميرات شدوا اللقطات ديال جريمه القتل في ايطاليا. صنتوا ليا مزيان وفهموني. هاد الناس ديال السيكوريتي اللي عطاوها اللي عطاوها البارابلوي، لو مومون اللي طلع عندها نور ديال الطوموبيله ما شافوش بانه تيتهزم عليها. هذه اولا. ثانيا هذاك الكاميرات المراقبه اللي شدوها وهي راجعه للمطعم، علاش ما شدوش نور الدين اللي طلع عندها الطوموبيله؟ هذه ثانيا. هذاك السياره الفخمه اللي راكبه فيها اللي تتسوى الزبابل ديال الفلوس ما فيهاش كاميرا من الداخل. هذه ثالثا. فين هما البصمات؟ فين هما شحال من حاجه؟ انا ما غندخلش في هذه المواضيع لان مواضيع ديال الشرطه العلميه مي هادو استنتاجات تساؤلات وتحليلات. خاصنا انتوما الا دخلتوا مراتكم غتطرحوا نفس التساؤل اللي تنطرح انا. هذا هو اللي كاين. يعني منطقيا وعلميا هذه جريمه قتل ديال مواطنه ايطاليه كتقتل مواطن مغربي في ايطاليا. واللي ضحكني هو مغاربه كيدافعوا على الايطالي. اشفرها دارها وما كاين لا شفره لا والو. السيده قتلها لا شفره لا الصحم. وانت كتقولي مراه اعمال يعني بيزنس وومن كديري قانون. علاش ما عيطتيش للشرطه وصريتي انك تقتلي دزتي عليه بالطوموبيل؟ لحقاش كاين فيديوهات مراقبه في ايطاليا جبدوا والبوليس صورها المره الاولى قالت لهم هددني بموت والصاك صاكي في تيلي. قالوا علاش ما عيطتيش شويه هكا تليفوني في الصال. الاقوال الثانيه كتقول انه ما هدداش بالهضره وخلعني. كيفاش انت واحد الانسان اللي راهيف وكتخافي وتقتلي جريمه الهضره ما مراكبه ما لاقياش؟ هذا دليل على انك تشاله ومجرم. طبيعه الحال رساله تفضلي. كتقول هاد السيده بانها شفره وليكن انه سرق فعلا. واش هذا يعطيه الحق ان تزهق الروح ديالو هو؟ واش هذا يعطيه الحق دير القانون ديالها هي الخاص بها هي؟ ما كاينش قانون في البلاد. كاين قانون. راه كما قالت اختي راه تمشي للشرطه مادام وصلت تابعه وصلتي ليه راه ممكن تغيكلامي به وغادي يشدوا يديروا الخدمه ديالهم الشرطه. انت درتي قانون ديالك خاص بك انتيا، درتي اللي ما خصوش يدار درتيه. كاين قانون وكاين عداله الهيه اللي كتمنع هذا. ولهذا حنا كنطالبوا من الشعب المغربي واي فرد واي انسان كنهضر بلغه الانسان في العالم يكون معنا ويطلب العداله لخويا نور الدين اللي مات مغدور اللي قتلته هذه المجرمه. هادشي اللي كان. حاجه اخرى بغيت نعرف هذاك الصاك اللي دات، واش الناس الشرطه ديال الايطاليان واش طلبوا منا هذاك الصاك تردوا لهم الا كان ايفيكتيفمون سرقه راه غيكونوا فيه البصمات ديالو. هذه اولا. حنا باش عرفنا راه هي قتلاته سرقاته. ربما داك الصاك اللي داير في كتفو دايرو من موراه
ربما هي قتلاته وسرقاته صاك. باش عرفنا خاصنا نشوفوا حنا داك الصاك وفيه البصمات ديال نور الدين الا كان ديالها وفيه البصمات ان راه تثبت عليه تهمه ديال السرقه. وبغض النظر هي منطقي واقع العائله ديال هذا الشاب عطاتو اطار صراحه جريمه مركبه، جريمه غريبه اللي نوصل لكم ما عندهاش واحد الاساس لا طريقه قتلاتو بدون راحت مستفزه. ما كانت الاوراق كانت لي شفرها كفينا وديال باش قالت لهم بون شويه سيري طوموبيل ما عيطاتش للبوليس منطقي تعيط لنا عيطتي للبوليس ودرتي ديك الجريمه نعرفوا كان عيطتي لينا ودرتي تسرعتي. وداك المطعم اللي مشيتي ليه الريستورون كان فيه سي الامن قضيه غامضه انه كاع سرقها ما عندهاش الحق انها تقتلو. كاين الشرطه كاين الامن هو اللي تيدير الخدمه ديالها. وربما تكون تهمه السرقه موجهه لها هي، تولي جوج تهمه السرقه وتهمه القتل العمد بالاصرار والتعمد. هذه اولا. ثانيا بغيت نوجه واحد الرساله للناس ديال طاليان، بغيت نشكركم بزاف المغاربه المقيمين بالخارج، المغاربه المقيمين خصوصا بايطاليا. غدا ان شاء الله تواصلت معايا واحد الصحفيه ايطاليه وخبرتني بان غدا كاينه واحد مسيره في مدينه المدينه اللي مات فيها الاخ ديالي، وغادي في المكان بالضبط المكان اللي مات فيه خويا تقتل فيه خويا كاينه مسيره ورود. الناس تما غيهزوا الورد وغادي يمشيو لهذاك البلاصه وغادي يترحموا عليه. بغيت نشكر كل من ساهم، كل من يساهم في هذه المسيره سواء كان مغربي او ايطالي او عربي مسلم او غير مسلم. يعني تحياتي لهاد المغاربه هادو اللي غيديروا هاد المسيره هادي. وكنقول دوك المغاربه اللي كيكتبوا لي شفار ما شفار اتقوا الله. والمخزن خاصك تجيب لي دليل وحجج دامغه. الايطاليه ما عندهاش دليل انها قتلاتو كلمه قتل عمد. انا عمدي كان غير عمد تبعته بالطوموبيل. كان معكم شادي كازابلانكا من برنامجكم شادي شو. العائله ديال الشاب اللي شافوا هذا الفيديو هذا خليو شي كومونتير حنا راه معاكم. وفما يبان شي جديد راه حنا معاكم. اللي يشوف في خدمه هي توجيه الاشتراك بارطاج في الواتساب بسم الله ان شاء الله.